كل ما حد يفكر يخس نقول له ابعد عن الدهون. طب هي الدهون مفيده ولا مضره؟ وجسمك محتاجها ولا مش محتاجها؟ الاجابه على السؤال ده بترجع لنوع وكميه الدهون اللي انت بتاكلها. طب ايه هي انواع الدهون؟ دهون غير مشبعه اللي هي الدهون الصحيه، ودي موجوده في زيت الزيتون والافوكادو والمكسرات، والنوع ده من الدهون بيحافظ على صحه قلبك وتحسن نسبه الكوليسترول في الدم. والنوع الثاني اللي هي الدهون المشبعه او الدهون الضاره، ودي موجوده في الزبده ومنتجات الالبان كامله الدسم واللحوم الدهنيه، والنوع ده من الدهون مش ضار جدا لو اخدته بكميات قليله. والنوع الثالث الدهون المتحوله، اخطر انواع الدهون، ودي موجوده في الاكل المقلي والسمنه الصناعي والمعجنات، بتسبب مشاكل في القلب وبتقلل حرق الدهون. الخلاصه جسمك محتاج الدهون للهرمونات والمخ وكمان للطاقه، بس بكميات محسوبه. ابعد عن الدهون المتحوله وخد الدهون المشبعه بكميات مناسبه، وركز على الدهون الغير مشبعه عشان صحتك تكون احسن. في الفيديو الجاي هنتكلم ازاي توازن ما بين الكربوهيدرات والدهون والبروتين. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يلا سلام.